مواجهات رمضانية. طمطم تواجه الثانوية العامة. كان يا مكان في سالف العصر والأوان طالب ثانوية عامة خايف من رمضان. خايف وانا موجودة؟ والله عيب عليك. ازاي نذاكر في رمضان؟ بحث. اولا محتاجين نهد شويه معتقدات غلط في السريع كده علشان نبدا على نظافه. انا تركيزي بيبقى صفر في رمضان، ما بقدرش اركز من الصيام. مفيش وقت للمذاكره في رمضان. رمضان شهر عباده، هنضيعه في المذاكره برضو؟ لا يا شيخ. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبه، عندي معلومه غريبه ليكم. رمضان شهر زي كل الشهور. والله المشكله في الطلبه، اما رمضان يا روحي عليه. لو هتوهم نفسك للبشاميل والكنافه طبيعي جسمك مش هيتحمل كل الدهون الثلاثيه دي وهيفرفر منك. اما بقى لو قررت تذاكر جنب البيت وناس والخمسه سته اللي احنا منهم جنب التلفزيون فمبروك عليك الدور التاني يا وحش. نبدا على نظافه بقى. المذاكره الاونلاين بتوفر وقت ومجهود وفلوس. مش هتحتاج تنزل السنتر وتتبهدل في المواصلات في الحر في الصيام وتروح تلاقي 600 واحد بيحضروا معاك الحصه. عندك مواقع اونلاين كتير جدا تقدر تستخدمها زي موقع ابواب، والمدرس هتحس انه بيشرح لك انت لوحدك. ولو ما فهمتش جزئيه هتعيدها من تاني. لازم نتعلم نذاكر بذكاء، مش نذاكر كتير وخلاص. محتاج تذاكر في مكان للمذاكره مش على سفره مثلا علشان هتقعد تفكر يا ترى السمبوسك اللي جوه دي لحمه مفرومه ولا الجبنه، مش جنب التلفزيون ولا على السرير. تالت حاجه محتاج تذاكر في وقت للمذاكره، يعني مش وقت فطار ولا سحور ولا تراويح ولا انتخب. في رمضان معاك وقتين مناسبين للمذاكره، يا بعد التراويح يا بعد الفجر. بعد التراويح من 10:30 ل 2:30 مذاكره، ومن 4 الفجر لحد 10 الصبح ده وقت نوم، وتصحى على الظهر، من الظهر للعصر مذاكره، ومن العصر للمغرب دي ما تعملش فيها اي حاجه علشان ده اكتر وقت الجسم بيبقى تعبان فيه من الصيام. الوقت التاني بعد الفجر من 4 الفجر ل 12 الظهر، 8 ساعات مذاكره. وطبعا مش هتاخدهم على بق واحد، هتقسمهم تقسيمه البندوره، 25 دقيقه مذاكره و5 دقايق بريك علشان تعمل لمخك ريفريش وما يفصلش منك. واهم حاجه بعد ما تخلص ال8 ساعات مذاكره ما تنامش لحد الفطار، ما تشبعش نوم علشان تعرف تنام بعد التراويح لحد الفجر اللي هو وقت المذاكره. يبقى كده ظبطنا طريقه المذاكره والمكان والوقت. واخيرا الاكل، مش لازم نفضل ناكل لحد الفجر يا جماعه، ما احنا هنفطر بكره تاني. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبه، بلاش توتر، هنعمل اللي علينا لحد الامتحان. اللي بعد تسليم ورقه الامتحان ده مش تبعك. وجود لك يا قمر، وكل سنه وانت طيب. ده لدام. وهنا ادرك طمطم الفطار وقامت تجري على المنبار.